السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا ميني مسمن، كيجي زوين بزاف وكيجي هشيش ومورق، راه سهل في التحضير بالنسبه للمبتدئات، راه ماشي شي حاجه صعيبه، كيجي سهل بزاف بزاف وكيجي زوين. تبعوا معايا المقادير باش نشرح لكم الوصفه. عندي هنايا جبنيه عامره ديال الفينو مغربل، وجبنيه صغيره ديال الفورس طحين الابيض، وغندير الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، وصافي. غادي نجمع العجينه ديالي بالماء بارد، ما غندير لا خميره لا والو، الماء من الروبيني. هذا السمنه ديالنا البنات. دابا غادي ناخذ واحد البول، غنحطو شويه ديال الزيت، نحطو العجينه ديالنا. شوفوا الدريات العجينه كي دايره تبارك الله، مزوقه مزيان. دابا غنخليها في هذا الطرشي في هذا المول، في هذا البول في هذا البول هكا، باش نغطيوها بالسلوفان ونخليها واحد نص ساعه لما تلقات مزيان مزيان. هنايا درت الزيت المائده يا البنات، وهنا السميده رقيقه باش غادي نسرح المسمن ديالي، وهنا الزبده دايبه. نرش سطح العمل شويه ديال الزيت، نحطو فيه العجينه ديالي. شوفوا تبارك الله، صافي. دابا غنشكل المسمنه ديالي على الشكل اللي بغينا حنا، هذا الحجم اللي بغينا. انا غادي نديرهم صغيورين قد هذا الحجم. دابا غادي نخلي المسمن ديالنا عاوتاني يرتاح واحد 20 دقيقه. دابا المسمن ديالنا ارتاح البنات، غادي نشكلو دابا ان شاء الله. غادي ناخذ الزيت، غادي ندهنو سطح العمل شويه ديال الزيت، نبقى نسرحو المسمن ديالنا بحال هذا الشكل هذا كما كيبان لكم. شوفوا تبارك الله، معجون مزيان ومطلوق مزيان. وساهل في الخدمه. ندهنو شويه ديال الزبده، ونرشو بالسميده رقيقه، ونتنيو هكذا على هذا الشكل. نعاود ندير شويه ديال السميده من فوق من هنا. شوفوا تبارك الله، كله بقعات باش كتعرفوا مسمن ناجح ومدلوك مزيان. صافي دابا ملي شكلت المسمن ديالنا البنات، دابا غادي نطيبو ان شاء الله. شوفوا البنات البقعات، شوف تبارك الله. غنرشو المقله ديالنا بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا، ونحطو المسمنه ديالنا هكذا.
شوفوا لي البنات المسمنات شحال زوينين ومهوين. شوفوا تبارك الله. المسمن ديالي البنات شوف تبارك الله، شوف كيفاش داير تبارك الله، مورق ومعجج وطيب مزيان. شوفوا ورقه على ورقه تبارك الله. شوفوا الا عجبكم الفيديو ما تنسوا ديروا جيم وبارطاجيو القناه الاهل والاحباب باش دائما يوصلكم الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجديده. السلام عليكم.